اي ليدر في الاخر في tough decisions محتاج ياخدها. regarding البرفورمانس appraisal، مش كل الناس في الاخر زي بعضها. في اي حد بيشتغل في شركه، بيشتغل في مصنع، بيشتغل في بنك، في الاخر في performance development والperformance appraisal او البرفورمانس بلان اللي بتتحط في الاخر ليها ريتنج، والريتنج ده عمره ما الناس كلها تبقى زي بعضها، هيبقى صح. في حد احسن من حد، ده طبيعي. فدايما بيبقى في tough decisions لازم تتاخد في اوقات معينه. الموديل ده اوف مانجمنت ان الناس تبقى قريبه من بعضها جدا بيخليها اصعب على الاي تي ليدر او الليدر ان جنرال ان هو ياخد قرارات معينه. بس بس هو لو الكرايتيريا واضحة أعتقد هي بيبقى فأنتِ بالظبط هتاخدي level كذا، بالظبط فهي لو هنا إحنا بيفصلنا موديل واضح بكرايتيريا واضحة، أعتقد إن هو نفسه هيبقى عارف، يعني هتلاقي إن الself لو أنا باعمل نفسي self evaluation هيبقى مش subjective، هو أنا عارفة إن أنا عملت 1، 2، 3 وما عملتش لسه 4، 5 صح. هو فإحنا هو مش المانجمنت هنختلف. بالظبط. هو المانجمنت ستايل ده محتاج ان يبقى فيه a very clear cut ما بين personal relationship and professional relationship. لو اللاين ده مرسوم وواضح I don't think it would be a problem. صح، صح 100%.